تفسير قلت تفسير سورة البقرة لا آية صدام الرايج آية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك يا محمد ميد بدو واي إذ انتم اذكروا الترادين ميد بدو قربين كان كيجي للملائكة ملائكة رنغا فإني جيا إني جاعل إني جاعل ننقرتي تاسس هذا في الأرض إذا أرض دجيتنا خيستي خليفة خليفة جتشون بكبو آجتشولا يخلفوني جين ما شرين خبكنا بو أحكام هي قيسو خيستي دنيا تنا خيستي خليفة ورا لرا بكبو يجو بكخون دي خون بكبو وهو آدم رئيس آدمي قالوا ملائكة النجاية أتجعل فيها يا رب دجيتنا خيستي قوتا إيجان من يفسد فيها نما قرتي شيتنا خيستي بدي هجتو ويسفك الدماء بدي وجهتهم دجي غزتي مع سم وجهته لا شرك في ربين جب إبراهيم خطوفان الداد دايچون واسفك الدماء خغرتي أما اللي دي غلنغلاسو جتان جيغا دي غلنغلاسو غرتي أدوب أجيسي جاك جنين هجتي ونحن نسبح وكانوا بحمدك فيها جمع شرين يهون كجو دجي تنخسد تانيدي فلما أفسدوا إذن بدي وجنا أرسل الله عليهم الملائكة ملائكة ترقي فطردوه من الجزائر والجبال جزيرة بشان كزتي بقارة سندتشرا لابا مغرني ونحن هالنتي أي نسبح بحمدك أي غرتي يا دوب سفار سنونجو سبحان الله إنه نسبح متلبسين بحمدك هالنتي غرتي يا دوب فاروخا كي جنون جتشو مايا أي نقول سبحان الله بحمده هالنتي جنون جتشو ونقدس لك حالا نتسقل كل سنوان سن مل الرئيج قال خناف نوت بقدر شيخ زبوت تاك عملي والركسيتي متي قال تعالى يا ربي يا دوبا إني أعلم ما لا تعلمون إني يجت النجرتي إني يجت النجرتي قراتني أنا مو ننبيها ما لا تعلمون وأنا سنين بيني من المصلحة تجي مصلحة سنين بين بيها في استخلاف آدم دشيدا خلصت بكبوسو خزت وأن ذريته برهرتين آدم تني فيهم المطيع والعاصي إنسان كيس مطيع في عاصي جرا فيظهر العدل بينهم عدل جد سنتكم اللطوفين فقالوا جاء ملائكة لا يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ربنا مغرتي نور خبجاي سبرتك بوان أموجا ولا أعلم خنور الذي يقول لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره وان دور دبري وان قرتين نمن أركين أقري فيه فخلق الله آدم ربي أنا نم كان أومي من أديم الأرض يجون وجهه ودش مهان الرأي بأن قبض منها قبضة جلال فورا دكا فوريجي من جميع ألوانها شوف قصدتشي تنراجي يقال أدي الرئيس قرات الرئيس ديمة الرئيس ولك أبيت أمي وعجنت بالمياه المختلفة بشاول أبو نمس قوش فمتجي وسواه ونفخ فيه الروح سمود روح غزت أفوفه فصار حيوانا حساسا حيوانا قرتي وابيغته بعد أن كان جمادا إيقوان قرتي هندوب نكو كويتو تهيسين يخبر تعالى بامتناعه على بني آدم بتنويه ذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم بامتناعه وأنه بامتنانه تندبه ربي النعماء المنامات تلأول نوهما وسوئسان من درتي جمع ولي خيستي فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة واذكر يا محمد دبر إذ قال ربك للملائكة أنجي واقصص على قومك ذلك ودوثا التهميجي وأحاق ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذ هنا زائدة لا وأن تقدير الكلام وقال ربك جتشما وندبي دهيم تجي ورده ابن جرير رد بسي قال القرطبي وكذا رده جميع المفسرين
حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي أبيدان جين مجانية. إني جاعل في الأرض خليفة أي قوم يخلو بعضهم بعضا جتما تجد نخستي أمتا قرين قرر بكبونهما قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل جتما ملك بكبو أخي يجتما تيجتو سات جلالتك ستفسره. كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وقال فخلف من بعدهم خلف هايا سيقول كل سنة ونقدسكم ونقدسك يجون أقام السجود عدم سجود دي إنسان إنه ما ورث كل سبحان موت إنسان موت ما أقول يعني قالوا قامي قامي التلفتة أتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء فإنهم أرادوا نفرني أن من هذا الجنس جنسي ما هنر من يفعل ذلك يجت فرني وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص جي علمي خاص لم بغيه أو بما فهموه من طبيعة البشرية طبيعة مرة بخني في جي فإن أخبرهم أن خلق هذا الصنف من صلصال من ماء مسنون ران ومجيد التوديسه أو فهموا من الخليفة الرأي أنه الذي يفصل بين الناس ما يعقو بينهم خليفة ما يتشون كنما وان جدون ما ترقمي بكا بوس وجتشو بكا مرتسوچو بيخان إيفا سنتالقا مظالما في وانا الدادة تر أرقما سنمر بيخاني يجي وأنهم قاسوهم على من سبق أجي إيه لك جن مثلا ردك يا فتني كما وسرتون يدون دبتني. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله رب الرب مدي ولا على وجه الحسد لبني آدم إنما ما في الليل تزدياد رامدي ملائكة كان يتشويا قابلنا نديتنا مري كما قد يتوهم بعض المفسرين كان مشكل سيسويا وقد وصفهم الله بأنهم لا يسبقون بالقول رب درن دبرن جتشو جتشان أي لا يسألون شيئا ما لم يأذن لهم فيه وأنا يمن قلني فيه قافتني وهنا وها هنا ست لما أعلم التمام أنه سيخلق في الأرض وما يتشويا خلقا وما قال قتلت وقد تقدم إليهم اتماع أنهم يفسدون فيها فقالوا لي في الرجال أتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء لا وإنما هو سؤال استعلام سؤال قرتي بيخوداتي واستكشاف أن حكمة غافتشو لمالي ترى لابتشو متي أكر جدين قابل سنجيجو يقولون نجا يا ربنا يا ربي هنيا ما الحكمة في خلق هؤلاء ما يا ربي فايدم تاتم مدهن أمتف مالي مع أنه من يصيد في الأرض إسانو دتشي خزق بديد لك خطهن وأسفك الدماء حديقة لنقلا سوحتان فإن كان المراد عبادتك يوغرت عبادهم كيف كأمت تاته فأنا نسبه بحمدك ونقدس لك نتوني جرسيب سلانا سيقول كل سنة وهي عبادته في أمية تاته مارك النجرة ولا يصدر منا شيء من ذلك تسلاواتك ما سياسة الجنة ما القوة عبادة ذاتها سورة سيجيب ورا ما سياسة حجة مالف أمتان نتوني جرائي وهلا وقع الاختصار علينا أجين ما لبقى مرة تنقى بابنين وتنجرة ما القوة عبادات هذه ما دي. قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال ساني دي بسالة قابيدا رتي مالجين إني أعلم ما لا تعلمون سلوجر الأرض بثنة أوانس بين بخجين أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد إيه سنف مفاسد أبو خانا ويكما أوف في القضايا التي ذكرتمها ما لا تعلمون أنتم فأني سأجعل فيهم الأنبياء وأن نقرتي أمتكنا أموف أنبياء نسان كسد ولا وأرسل فيهم الرسل نسان كسد إرقا ويجدوا منهم الصديقون فاتر الأرقام والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار المقربون والأبرار فكسير والمقربون والعلماء العاملون فاكه سجرا والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى والرب جل المتبعون برسله خردفا
صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا سعدت إلى الرب تعالى وقرب الكرت بأعمال عباده لقى قبر وانسات يسألهم إسانقه وتربي وهو عالم وذم به كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون إسان ما صلاة الترون، وتركناهم وهم يصلون إسان ما صلاة الترون، وذلك لأنهم يتعاقبون فينا والترفة صلاة صبيت بأسر التردهنين أسري بسبر والجزيران يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل إفوهم خنافر فقولوا لهم أتيناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ثنا في جانية من تفسير قوله لهم إني أعلم ولا تعلمون. وقيل معنى قوله جوابا لهم إني أعلم ما لا تعلمون أن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمون. وقيل إنه جوابه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل بل تضمن قوله أتجعل فيها من يفسد فيها طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم جئ. وقال تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وليق بكم يجي إنسان دچي ثنا بكبو بروانني إني أعلم ما لا تعلمون إسن قرته سوما خلقت تفوسني وياه إن يجتورا قال وليس قال من أبي حاتم دحيت الأرض من مكة وأول من طاف بالبيت الملائكة جدي أسد بها سيار يا قدوة وروي عن قتادة نحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الأخبار ففيها تساهل، وعبارة الحسن وذكر في رواية ابن جرير أحسن والله أعلم. وعلم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا محمد بن طعام بن صائب بن عبد الرحمن بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دحيت الأرض من مكة وأول من طاف بالبيت الملائكة فقال الله إني جاعل في الأرض خليفة يعني مكة. هذا منصرف ضعيف إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال يعنون به بنو آدم والتبرنج. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الله للملائكة جنجي إني أريد أن أخلق في الأرض خلقي ذكروا فيها وأجعل فيها خليفة انقروا فيها وليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة والأرض وليس فيها خلق. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها جنجي. وقد تقدم ما رواه السدي من عباس بن مسعود من الثابت أن الله أعلم الملائكة رب ملائكة بما تفعله ذرية آدم وأن يهورت آدم وجدت. وقالت الملائكة ذلك جدت هي يسانتم والجدت أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم خسدت بدي هجتنيدي. فقالت الملائكة ذلك جدت هؤلاء بأولئك فقاسوا هؤلاء بأولئك أنا سنرتك يا أختي دلهم مرك جدتي قال كان الجن بنو الجان في الأرض جنين دتشي خسدترني أولا يخلق آدم ونماته بألفي سنة كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة بركم الله فأفسدوا في الأرض فسفكوا الدماء فبعث الله جندا من الملائكة كيف ضربوهم سندان حتى الحقوا بجزائر البخور جند بارك جدور تسن. قال الله للملائكة إني جعيل في الأرض خليفة خلق الله الملائكة يوم الأربعاء أمجي وخلق الجن يوم الخميس أمي وخلق آدم يوم الجمعة أمي فكفر قوم من الجن كفرنجي فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم ببغيهم وكان الفساد في الأرض
فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكوا جننج. قال الحسن إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون، فقالوا بالقول الذي علمهم أتجعل فيها من يفسد فيها. كان الله أعلم بسبب سبر أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وديوجة وسفكوا الدماء، فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها جميعا. وكان هاروت وماروت من أعوانه، وكان له كل يوم 3 لمحات في كتابه، فنظر نظرة لم تكن فيها فأبصر فيها خلق آدم وما كان فيها من الأمور، فأسر ذلك إلى هاروت وماروت وكان من أعوانه. فلما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال ذلك استعنة على الملائكة هن بسر ذاتهم نتيجة. إني أعلم ما لا تعلمون جتشو، يعني أن ذلك كائن منهم وإن لم تعلموا أنتم ومن بعد ما ترونه لي طاعيا جاء. قال بعض ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك، فكانهم قالوا يا رب خبرنا مسألة استخبار منهم لا وعلى وجه الإنكار تنفر فمطولا. سئل رسول الله أي الكلام أفضل؟ قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده جتشما. رسول ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات الأولى لقي سبحان ربي سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وقال إني أعلم ما لا تعلمون. قال قد أرتجي فكان في علم الله إنه سيكون في تلك خليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة جتشما. وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نسب الخليفة. قرطبي فيه نبره خليفة لا بندر كما تورت أنا أيضا أدلة ولا تيه ليفصل بين الناس كجدون متمرتس فيما اختلفوا فيه وإنسان كيسة واللبن، ويقطع تنازعهم أقمروا والفالمثاني، ويستنصر لمظلومهم من ظالمهم غارغارو جتشو ظالم مظلومة ثانيرنا ظالم الراكفورو، ويقيم الحدود أقرابه ويزجر أن تعدل فوايشر زنا الرئيس أقربه وان كان ملي أمري برباچفتو التي لا تمكن إقامتها تأمرزا داب هندن إلا بالإمام إمام ملي الآية. وما لا يتم الواجب إلا به، وأن واجب لسان ملين منه فهو واجب واجب خليفة ملين قوتمه. والإمامة إمامة تنال بالنسية نسي أرقمتي، كما يقول طائفة من أهل السنة أكجاني في أبي بكر أو بالإيماء إليه تكا إشارة ما أرقمتي كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده تكا خليفته بوده بك بويجي بك خيا، كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، أو بتركه شورى في جماعة صالحين تكا جمع غارتو والتيه ورتايتشو كما فعله عمر، أو باجتماع على الحل والعقد على مبايعته تكا ور واحد مبايعته نما خنا أهدي ونرتي ولي قلايا، فيجب التزامه عند الجمهور اليوم من سمود الرقبة تاجي. وحكي على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم. أو بقهر واحد الناس على طاعته تقول بالدين وفجرنا مؤفايا قام سنس فتجب تركما تاتي معالم لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف، أكون سنمني والأبو في الدوال فجأس التنجينية. وقد نص عليه الشافعي سرت رقافة تيجو، ولا يجب الإشهاد على عقد الإمامة رقاقرني بربايسا ومبرباش سورة خلاف الجرجي. فمنهم من قال لا يشترط يجرى، وقيل بلى ويكفي شاهدان رقال مقا. وقال الجبائي يجب 4 جي خليفة قلوه نمني أفردر كما جي تقو عاقد خقرت يا دوبا وني توجو خليفة توسني عاقد يجون خنا مجهنا بكبوس ومعقود له خبكبوه مفسنيه، كما ترك عمر خرق رأيتو
الأمر شورى بين ستة نما جاء مريض لاجين وقال عمرو على عاقد الرترقمته وهو عبد الرحمن بن أوفدي معقود له وهو عثمان واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفي هذا نظر والله أعلم. ويجب إمامني وقا إمام قرن مالت مربايسا خليفة مربايسا وجن أن يكون ذكرا جي ديرته مربايسا جي حرا جي بلسة توقب جي بالغا خبلغ توقب جي عاقلا جي عقلي أو توقب مسلما إسلام توقب جي عدلا حق دلغا توقب جي مجتهدا جي نما قرتي اجتهادا قرأتو دندو توقب جي شرط اجتهادا كبارتي بصيرا بيخا توقب سليم الأعداء قام نساخ بيقب توقب جي خبيرا بالحروب جي خلولا قرتي أدوبة بيخ توقب جي والآراء خملا لك أبو يجو قرشيا جي قال قرشي توقب جي على الصحيح جون خراس يرد توقب منه ولا يشترط الهاشمي هاشمي شرط أم قريش ما توجه ولا المعصوم من الخطأ خطأ تفهم لين شرط أمجي خلافا لغلاة الروافد أكثر غلاة الروافد فانجنجي ولو فسق الإمام إمام مودر فدر هذا قيوب فسقته هل ينعزل أم لا الرب فهو سيط متاع في خلاف الجرج والصحيح دبين سيئة أنه لا ينعزل فاسقته وانشار منه لقوله عليه الصلاة والسلام وانجي رسوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم يو كفري بواحا قرتم ملئ سنبرت خجر من الله رب الرفيع سخزت برهان هجانجي وهل له أن يعزل نفسه جي وبوسني دندا خليفنكم في خلافوني خلاف الجرى يرمدن دانا وقد أزال الحسن من علي نفسه وبوسته وسلم الأمر إلى معاوية تخني لغا قابسني ولكن هذا لعذر كن أزري فيه وقد مديح على ذلك سنرد نفهر فميجو فأما نسب إمامين جي إمام لما دابويا في الأرض دتشيخ ستجي أو أكثر يجون سنيئول أستستق راون فلا يجوز من توجي لقوله عليه الصلاة والسلام رسول وانجيف من جاءكم نما سنتلفجي وأمركم من جميع أمرين كيسان كوليك أو ميجرو يريد أن يفرق بينكم جدد الدباز وخمره فاقتلوه جي الجيسان مثلا كائنا من كان أبا في هذا وهذا قول الجمهور جي وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد ونمنه الدون منه إمام الحرمين فان وقالت الكرامية والكرامية يجوز اثنين فأكثر لمن لين مدن دمسني يقول لين كما كان علي ومعاوية علي في معاوية إمام لمتنجي واجب التعاهم دوة لخجان قالوا نجن وإذا جاز بعث نبيين وقابك أي نبي لما إرقون في وقت واحد يرودك خاصته وأكثر آية سنقول لي جاز ذلك في الإمامة إمام ما خاصة لأنه داما لأن النبوة أعلى رتبة جيش نبي ما كان أولي خلاف مليدا خايا نبي لما بقى ترجمه إمام لما بقى ترجمه مرة كسا وحكى عن الإمام وحكى إمام الهرمين الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نسب إمامين إمام لما لا بركنا قوجه فأكترج إذا تباعدت الأقطار وقبية الدفقات واتسعت الأقاليم بينهما إقليم الدفقات وتردد إمام الهرمين في ذلك نشك قلت وهذا يشبه حال خلفاء بن العباس حال خلفاء بن عباس فقط جواب سنة كست جرى بالعراق إلى الكون عراق كست والفاطميين بمصر قال سنما زمن خليفة عباس نجو عراق بن العباس بلجا مصر فاطميين بلجا مغرب أما هو الأمويين بالمغرب مكة مغربة بني أمية بلجا ولنقرر هذا كله خنوم دولة بخاو مودي الآخرة كتاب الأحكام كست هنا إن شاء الله تعالى سنجي وفيها وعلم آدم الأسماء وعلم قرتي ربي برسيسي آدم برسيسي الأسماء كلها قرتي مكاهم داو لغاهم داو جاينغا ثم عرضهم
وعلم آدم ربي برسيسي آدمي الأسماء أسماء المسميات تجي ما قاقرتي وان تمقف مغنجو أسماء مسميات مسميات أنقر سيبني أسماء مقر سيسيجو أسماء في مسميات ده بيتامي ها رياضة يجو برسيسي رياضة جان انقر سيبني يجو فرد يجو تيمي فرد انقر سيبني مسميات في اسمي ولا ما وعلم آدم برسيسي الأسماء أي أسماء المسميات ما قاوا أنقر تمقف موسى أيه كل حاجة كلها شوف يشيدو قلبي زا خسدي دربيتهم مرسيسي جونا ثم عرضهم إيغانا قرتي مسميات سنفيدي يا دوبا عرضهم مين وأما آدم مقابر سيسيتما جرى مقام برسيبني فردا في قانك في هوري في خلد درا قديسي يرهنا مقايم أجي على الملائكة أيه قرتي ملائكة رفيدي يا دوبا فقال جي ربي يا أنبئوني أبو مينا هما جينا من تمرقا آدم رجع الله ثاني سنقول إساني قبوب دي مما بأسماء هؤلاء ميغا هيا مقوم جرخنا نهي مادا خمالي جيم فردا قرسيسيم إن كنتم صادقين وخروقا دبتن تاتني يتنغا دوبا أن نمن رجال ربنا نميشو حسن كيسدي قالوا سبحانك قالوا جم ملائكة سبحانك سيقول كل سنة يا ربي قرتي سير أيها اعتراض سر قدر رايتشورا لا علم لنا ميكم سيانو فنتاني إلا ما علمتنا وانا تنو برسيفت مليدا إلا ما علمتنا إياه إنك أنت العليم الحكيم آتي قرتي بخاو قيسا خيل بسرون تكمباني قال يا آدم قال جي ربي يا آدم يا آدم جن أنبئهم أنبيهم قرتي ملائكة تنتيمي بأسمائهم مقام مسمى يتخناتي آدم درام برتي مر تيم ويبو آدم مال خن فرد خن هر خن هوريد خن نما خن مالي يوچمت قتايري آدم درام برتي فلما أنبأهم أكم رينم تكو ورمادا برتي ورفي تكو هم بين ورفي كم ألما أنبا حيا قادوبا ولما أنبأهم وكيسانتي ودسويا بأسمائهم مقا قرتي سانتي قال جدوبا ألم أقل لكم أما هم صدرك علمي قرسيسا ألم أقول لكم بويسين إن جنة أن دون نبي هنا نبين كم يقول التاريخ هم برتيجرا هنا برن ملالك أما آدم برتيجرا مر ما قال وان سني برتي خنجري ومثلا أرجع مر الصحابة ألم أقل لكم هم تو كمنا ورسالة لقيت كمبيوتر في ميشات هم دو برتي وفي من هنا قطعي تو كمو ما كمان كبر في قطعي بو مالكون هم بيهون مجا مالي بيهون هم بيه ويرجي ويبيهار خبرتير خم مالي خم موبايل عليه خم مالي خم كمبيوتر عليه خم مالي خم ماوس عليه خم مالي أكنا جامر هاي أرى القطع ولا هنا بيهور أنا قطع وش مسمى أرجو واتو سوان سنبرتي جرا وقو مسمى ترى خاص بيشارة درام برتي جرا هي عايشين الرأي من دوفة إجرا وكين يقول ما له هو يسلا ظاهران قال ألم أقل لكم جيغا أبو ألم أقول لكم سنين جنيا إني أعلم غيب السماوات أنقرتين بيغ غيبي وان سمي سجر جئيني والأرض وانا ملي دتش سجر يا دوبا وأعلم ما تبدون أما اللي بيغ وانا سم الإفتن جئيني وام الإفتن جتشونا وما كنتم تكتمون وانا سنت أشتن اللي داج ما تبدون يجون أي ما تظهرون من قولكم جتشخي سنر أتجعلوا فيها يجو مسني يجي أما شري وما كنتم تكتمون وانتو ستن جتشخي سن لا يخلق أكرم عليه منا نمن رجع ربي خلو ربي وانوم جتشو سنس وما قبايا هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة ربنا ست دبديك ملائكة آدم ملائكة رسل الكاك أوجه مال جنان بما اختص هو نسخ بائس بازف من علم أسماء كل شيء مقا وهم دائس برسيس دون مسانة تيج وهذا كان بعد سجودهم له إيغا سجودني فيه تيج وإنما قدم هذا الفصل على ذاك جي والنسان كان دولة برسيفي لمناسبة ما بين هذا المقام مناسبة بقام خنا جد جر وعدم علمهم سوا والرنيف بحكمة خلق الخليفة
حكمة خلقه خليفة حين سألوا عن ذلك وقسن قافة فأخبرهم تعالى إسانتهم بأنه يعلم ما لا يعلمون وأنا سان بين بيغيتهم ولهذا ذكر الله ربي قنابود بدي هذا المقام بوداتنا عقبا هذا قنابود ليبين لهم شرف آدم إساني وقال جسدر آدم ورب إسان رجع الجسين إسا بيسي سورة وقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال الصدي عمن حدث عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء قال علمه أسماء ولده جاكهم مقايل من سادس بيسي سيا إنسانا تقو تجي والدواب اللي بيسي سيجي فقيل هذا الحمار هذا الجمل هذا الفرس الشبسيه وقال الضحاك عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال هي هذه الأسماء حكمتنا التي يتعارف بها الناس وخنون يولين به إنسان دوابي سمائي أرضي سهلي بحري خيلي حمار وما أشبه ذلك من الأمم وغيرها جي عبد الله بعد ما ذكرم وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم السحفة جي مقاقرتي قريدة والقدر يجو مقاو كتيرة قال نعم حتى الفصوة والفصية مدبر سيسي فاسي مدبر يجو وقال مجاهد علم آدم الأسماء قال علم اسم كل دابة وان دابة مدبر وكل طير وكل شيء برسيسي يجو وكذلك روى عن سعيد بن جبير قال وغير من السلف أنه علمه أسماء كل شيء برسيسي وقال الربيع في رواية أنه أسماء الملائكة جنماته مقوم ملائكة برسيسي دوبا يسمى مقام ملائكة بيهني مقوم ملائكة برسيسي وقال حميد الشامي أسماء النجوم جي مقاور الجيلة وقال عبد الرحمن بن الزيدي علمه أسماء ذرية كلهم جي واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال ثم عرضهم عبارة عما يعقل دبتين وهذا الذي رجح به ليس يلازم فإنه لا ينفع يدخل معهم غيرهم ويعبر الجميع بصفة من يعقل التقليد كما قال تعالى والله خلقكم والله خلق كل دابة ومنهم جيكنا مذكرة دبتين جولا والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها وهم دبر سيسيجي ذراتها وصفاتها وفعالها كما قال ابن عباس حتى القصفصوة والقصية يعني ذوات الأسماء والأفعال المكبر والمسقر جتشولا حتى الفصوة والفسية يجودما يجتمع المؤمنين يوم القيامة نجاني فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا آدم الدفني أنت أبو الناس خلقك الله بيده ثم زاد لك ملائكته وعلمك أسمع كل شيء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا جنية أكست آدم دي دمالي تبين ما جتوري خان ربين قرتي أدوبا إساخن نيتشو أفرقا رايتشو ثم عرضهم على الملائكة يعني المسميات الرفيدية نمني لغتك فسر لقين يسنم وعلم آدم الأسماء كلها اللغة تفسر تقال سنة لغة مدور سيسي هجان يا وعلم آدم الأسماء ثم أراد الخلق على الملائكة قال نجريج مجاهدين ثم أراد أصحاب الأسماء إلى الملائكة كان فسرا علمه اسمه علمه اسم كل شيء برسيه وجعل يسمي كل شيء باسمه مقام مقاسة وعرض علي أمة من أمتي وبهذا اللسان نزلني إن كنتم صادقين إني أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه فأخبروني باسمه ولا إن كنتم صادقين قالت ذاك النباس إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون أن لي لم أجعل في الأرض خليفة وقال الصدي أنا ما عندي إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض يسفكون الدماء كيف فسرني يا ودرتي سنة 6 دماء تجرى وقال الصدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة النصود والناس من السابق قال قول ما تجعل فيها من يصيد فيها يسفك الدماء الآية فهو الذي أبدوج وما كنتم تكتمون يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر ونرى
فكان الذي يبدو قول ما تجعل فيها من يفسد فيها سفك الدماء، وكان الذي كتموا بينهم قولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرما، فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. آدم كذت. فقال الله للملائكة كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم، إنما أردت أن أجعلهم يفسد فيها وهذا عندي قد علمت فكذلك أخفيت عنكم. لأملأن وقد سبق من الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ولم تعلم الملائكة ذلك إني أعلم ما لا تعلمون جتشونكني. لأملأن جهنم سني جهنم جني في إنسران قوتا سنية ملائكة وسن بيتر إيقا جهنم تجرى أكمتنا ودتشيو هذا بديد الأم ليه وندر كما تهيتشورقص جهنم ما قلت قدري. قال ولم تعلم الملائكة ذلك جي آية ولم يدروه جي. قال فلما رأوا ما أتى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل إسار قرن. قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس وهو أن معنى قوله تعالى وأعلم ما تبدون وأعلم ما علم غيب السماوات والأرض ما تدرون بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكم ولا يخفى على الله شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم والذي أظهروا بألسنتهم قولهم أتجعل فيها والذي يكتمونه كان من طوى عليه إبليس من الخلاف على الله في أوامره والتكبر على طاعته. قال وصح ذلك وكما تقول العرب قتل الجيش وهزموا، إنما قتل الواحد أو البعد وهزم الواحد أو البعد، فيخبر الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج عن الجميع. أوفيا سيقول قل يا سنة جماعة وإذ قلنا للملائكة ميد بدو كانوا تجني ملائكة جيني اسجدوا قرتي سجودا جيني يا لآدم آدم يجي سجودة هي سجودة خبجاء خاق قرة ثاني ملي سجودة كربي غنم ديا فسجدوا سجودا يا إلا إبليس إبليس بتشاد دي وهو أو الجن جين إبليس من أبا جن ملائكة جدو جراجا ونما أبى أبا ندي سجود الرأي واستكبر نبوني وأن سجود سرقوا بونا بوني جنة نمر وكان من الكافرين. طيب ليس قلت ورا كافر الرأي جي قادوبا. وقلنا يا آدم وهذه كرامة عظيمة من الله لآدم كرامة قد آدم يفتات ربي امتن بها على ذريته تلت سرت الأولى حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة للسجود لآدم آدم السجود هيجو. وقد دل على ذلك حديث أيضا كثيرة من حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى ربي أرني آدم الذي أخرجنا وأنا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فلما اجتمع به قال أنت آدم والذي خلق الله بيدي ونفخ فيه الروح أسجد له الملائكة جندي. سمبود الرتيري كان إبليس من حي من أحياء الملائكة جاء قسان وسملائكة الرتيري يقال لهم الجن خجنين خلقوا من نار السموم الرحمة من بين الملائكة وكان اسمه الحارس تيجي وكان خازنا من خزان الجنة جنة إيقا ونما وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الهي وسبحان الرحيم تفرع أمما. قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون في طرفها وقابل بلدسا إذا لهبت. قال وخلق الإنسان من طين الرأمم فأول من سكن الأرض ورد الجيدا الجني دا فأفسدوا فيها تجي وجدني وسبقوا الدم قتل بعضهم بعضا فبعث الله لإبليس في جند من الملائكة خسده وهم هذا الهي الذي قال لهم الجن خجنين كان فقتلهم إبليس سائم في إمام ما هو تهلكهم بجزائر البهور وهري في طرف غارتي يسانقل تجي فلما فعل ذلك اغتر في نفسي دقمي شيطان تجي فقال قد صنعت شيء لم يصنعه أحد وأنمت كل دلقين جي في كما دي. قال فطلع الله ولا ذلك يتم الذي من قلبه لا ولم تتعلين ملائكة من بينه وشيطان سجر هنا. وقال الله تعالى للملائكة الذين كانوا معه إني جاعل في الأرض خليفة فقالت الملائكة مجيبين له أتجعل جنينك ستيا فقال تعالى له إني أعلم ما لا تعلمون وأنا سن بين بخا
قلبي إبليس أرجع وأنا سنين بينك يا سابيها وأني قلبي إبليس كيس جرها قبو يشتونا فقال له مر بتربة آدم أما قايقه إني أعلم ما لا تعلمون يعني أني قد اطلعت على قلب إبليس ما لم تطلع عليه من كبره واغتراره قال ثم مر بتربة آدم بي آدم ردفه فرفع دول فورمته وخلق الله آدم ومن طين اللازم برددا غرته مجاتا خطله من هما مسنون كجي برددا أجايغا بريده زمبو دكسته قلوبسا تي سغلي خندسن الرأي يا شيطان تجد في دم يدخل فيه أفان كذا سينيجي وأخرج من دبره أدون كسابيجي وأدخل من دبره سيني وأخرج من فيه الرابيجي ثم يقول نجي لست شيئا للسلسلة ولا شيء ما خلقت ولئن سلطت عليك لأهلكنك جانجي احتمالي بممتي يا ربي سرت نموس هلاكا جانجي ولئن سلطت علي لأسينك جانجي وانا رد احتموه موسوس داري سنتقبلوا جانجي قال فلما نفخ الله فيه من روح التأبو فيه أتت النفخة من قبل رأسي نفخة متان التروته فجعل لا يجري شيء منها في جسده يوق أمس خسره انت نياد إلا صار لحما ودما فون ما في ديقت بيجي فلما انتهت النفخة إلى سرته وربر جيسو نظر إلى جسده قام سلالته فعجبه سجل سجي ما رأوا من جسد الرائق فذهب لينهد خوف إليها فلم يقدر ان تدني فهو قول الله تعالى وكان الإنسان عجولا روي توفيدي ديغا في فون تا قدم توكان ورثنا كيسو خو بربادي جي ودشين قام بوتو لنجي أشرت ربي وقال الإنسان عجولا جي أي دجر الله صبر له أوسن قبو قم مجورة تنقرت جي أنا فلما تمت النفخة في جسده قاقرت روي قام بوتو القيسو عتي سجي فقال الحمد لله رب العالمين جي إلهم ربي قريفي فقال الله تعالى يرحمك الله يا آدم جي قال ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون ملائكة الذين في السماوات ملائكة قوتوا سلطان ملائكة وآدم وجيرا سنيني اسجدوا لآدم جينجي إبليس كان خسابات ديما فسجدوا كلهم أجمعون سجودا إلا إبليس أبا واستكبر جي لما كان مع إبليس خاصة دون الملائكة ملائكة إبليس وان قباب خيسة السنين بيمي فسجد الملائكة الأجمعون إلا إبليس أبى واستكبر نيقوني مالب لما كان حدث نفسه من الكبر والاخترار وأنبوني والفوف له فقال لا أسجد له من سجوده وأنا خير منه أنا أسرج على وأكبر سنا جيجي أمتنا الدرجرة وأقوى خلقا أمتنا الجبالا خلقتني من نار أنا أمتي وخلقته من طين سأمت يقول إن النار أقوى من الطين جيجي قال فلما أبى إبليس يسجد قال سجود دي أبلسه الله أي عيسى من الخير كله خيرهم در ربهم قرأس مرجسه وجعله شيطان الرجيم شيطان دربما عقوبة لمعصيته قطعته معصية أساسا ثم علم هذا الأسماء كلها سبرسه وهي هذه الأسماء مقاتنا التي يتعارف بها الناس خنن والانبرد إنسان دابة أرضي سالي باري جبال حمار وأنجا وهنا وأشباه ذلك من الأمم وغيرها ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة ملائكة الرفيدية يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس وجترا الذين خلقوا من نار السموم الرحوم وقال لهم أنبئوني بأسماء أولئك إن يقول أخبروني بأسماء أولئك إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون أن لي لم أجعل في الأرض خليفة قال فلما علمت الملائكة موجودة الله عليهم بيت فيما تكلموا به من الغيب الذي لا يعلم غيره الذي ليس لهم بعلم قالوا سبحانك تقول قل ليس نجا لا علم لنا إلا ما علمتنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال أخبرهم بأسمائهم فلما أنبئ بأسمائهم قال ألم أقل لكم أيتها الملائكة خاصة إني أعلم غيب السماوات وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون يقول أعلم سرا بغني أكون قبا بيهودي تشولا وقلنا ممكن
إني خالق بشرا من طين وإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فخلق الله تعالى بيده لئلا يتكبر إبليس عنه ليقول له تتكبر أما ليقول له تتكبر أما عملت بيدي ولم أتكبر عنه بخلقه بشرا جديد إيه وربنا الكساتين أنو ورتي أركخيانا ومن تفنه أتكم اتخنا غرتي أدوب سجود الربون تاجنجي وكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة الراجع ومرت بالملائكة رفني ففزعوا من رارفة لما رأوا فكان أشد فزعا من إبليس ترفتجي فكان يمر به الرفا فيضربه ليجي فيسود الجسد كما يسود الفخار له كأمنك وقد كانت سقليه الناجي من صلصال كالفخار خجي ويقول لأمر ما خلقت جي شيطان ومأممت جي ودخل فيه من فيه أفان التسينه فخرج قرت من دبوره والدورا بيجي وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا ونرى صداتنا له فإن ربكم صمد وهذا أجوف جي لئن سلت عليه لأهلكن والله ينرم وخناته هلاكه جي فلما بلغ الهين الذي يريد الله عز وجل لو قائر ربي روحي خسته وسنقه قال للملائكة إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له وكان تفو برودي يسجود له فلما نفخ فيه الروح التبو به دخل الروح في رأسي عتسات فتيه فقالت الملائكة قل الحمد لله فقال له يحرمك الله فلما دخلت الروح في عيني نظر إلى ثمار الجنة عليه فلما دخل الروح إلى جوفه اشتهت طعامه فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه وعجلان إلى ثمار الجنة فذلك حين يقول الله خلق الإنسان من عجل جديد فسجدت الملائكة كلهم أجمعون نسجد إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين دي ملائكة الآية قوم ستي أوفي والغرض جتا يا دوبا أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم التوقع أججه دخل إبليس في خطابهم كست سنة لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إسان الرانتانية إلا أنه قد تشبه بهم إسان التفكاته وجي سانتهم والفكاته فلهذا دخل في الخطاب خصت سنة وذم في مخالفة الأمر خصت الرب سميه أي إبليس أشتخص جيران تندبيلا متي إبليس خصن جيرو تزاري بكر وهذا الإسناد إلى وليس مشهور في تفسير الصديق في الإسرائيلية كثيرة فلعل بعضها مدرج ليس من كلام السابق قصاتنا خيصة قرين جتش صحابة الرأي متي قرين على تقلته أقصت بيهو قبتاج قرين جتش صحابة الرأي قال محمد بن إسحاق مع الجيجي عن ابن عباس قال كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل جيجي كما سيقى من رجة عزازيل جنين وكان من سكان الأرض جي وكان من أشد الملائكة اجتهادا جي دو اجتهادا قبل جي وأكثرهم علما علمه الدماء جي فذلك دعاه إلى الكبر تسخاسيه وكان من حي يسمون جنا وسجنا جمر جي كان إبليس اسمه عزازيل وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجناء الأربعة جي ثم أبلس جغرا مرته كان إبليس من أشرف الملائكة وكرمهم قبيلة بنت وهم دواسر إلى مثمال الجنان ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون شيطان ترنهم على جنانك وكان خازنا على الجنان جاور الماء وكان له سلطان سماء الدنيا سمي الدنيا نساب الجو وكان له سلطان على الأرض يدجر سلطان ما قبل أن من الملائكة قبيلة يقال لهم الجن جنين وكان إبليس منهم وكان يوسوس ما بين السماء والأرض خنا فعسى فمسخه الله شيطان الرجيم أمر ربي خلاف ربي شيطان الرجيم اتسدي بسي وفي وقلنا يا آدم زنبان مرق السالم بنامي كان إبليس من الملائكة طرفة أمال المال جدبي عبد أحسن ما كان إبليس من الملائكة طرفتين جي طرفتين ذكا إبليس ملائكة رانتان جي
وأنه لأصل الجن أصل جني دي كما كان آدم أصل الإنس أكا آدم أصلي نماته إبليس أصلي جني دي ملي تكا ملائكة رنتاني إذا ما سيري ملائكة ربين خلافته يا جني ميدي ما بجمل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين وبما كان الزور أنه كان يملأ الطريق إذا غضب هنا ضرب عبد الله بن عمر يساد في خاسسه والأظهر أن القول الأولى أولى والسجدة لآدم إكراما وعداما واحتراما وسلاما وهي طاعة الله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى أما دبين ولما قد دبيه في ملك شيطان اللي وآدم الرأي متي إن قرتي ملائكة الرأي متي هم خبارا تكا تكا نمتي قرتي يا دوبا جني راتي ملي إني وما براتي متي خنافو خلاف ربي يقول ملك وصو قرتي ملائكة ذاته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جتشو معايا وفي عمه وقلنا يا آدم جننت يا آدمي اسكن أنت وزوجك تايسي في قرتي يا دو ورخن كيت اللي الجنة الجنة قرتي جنة تاي يا دوبا وكلا منها وكلا منها قرتي جنة تنرى نياتا جيني رغدا رغدا جناني أكل الرغدا نياتا قرتي يا دوبا بل لا يجونا حيث شئتما بكم فيتني ولا تقربا عندياتنا مليدا هذه الشجرة مخديدنا التندياتنا مخديدنا رب ما بيغدا شنتا دي خون هنتا فاجا خون كرمي فاجا سيد مغا حو مساتين جزم فتكونا من الظالمين وتكون غرتني تاتني من الظالمين ورلب في ميل الرأي يا دوبا فأزلهما الشيطان فأزلهما غرتي إسان غرتي ديم إسان فقيس شيطان نيچونا عنها عنها يچون أي الجنة جنة تنرى يچونا فأخرجهما أخرجهما بأن قال لهما أدلكم على شجرة الخلد يجو فأزلهما يتاني أي نحاهما جرى لما سنفقيسي أنا جنة سن الرأي يتان مما كانا فيه أخرجهما جرى لما باس مما كان فيه ونسان كزت سن الرأي يدوبا وقلنا اهبطوا نتلين جنة هبطوا بؤا بوغا جنة قبا جنة والجريتشوها النونما بعضكم حالا قرين كيسان جيني بعض قريد بجتانية عدو عدو قرتي عدوي تيني قرين قرتي إلمان آدم قرمتنو قريب عدوي تي شيطان في آدم اللي ولي عدوي على تاتنين جتشو ولكم في الأرض إسني بدتشي خيستي مستقر بكتي سنتو جرى جتشولا ومتاع أما إلى ليك حين أنا نيسني بجرى إلى حين نكيرون كيسن نمتتي جتشولا جغادو يقول تعالى إخبارا عما أكرم به آدم أنه أمر الملائكة بالسجود التاجج فسجدوا إلا إبليس ملئ وأنه أبى له الجنة يسكن منها طاعة رئيس ويشاء جنة سابقاسه ويأكل منها ما شاء رغدا هنيئا واسعا طيبا أنا بذر قال قلت يا رسول الله ننجي أرأيت آدم أنبياء كان قال نعم نبي الرسول نبي الجمال يكلمه الله قبيلا يعني أيانا رب ظاهرة سدب ستري فقال اسكن أنت وزوجك الجنة جنين واختلف في الجنة التي أسكنها آدم جنني آدم تائد إيس شرة والأبمني أهي السماء أم في الأرض سمي مدجك ستجرى فالأكثر على الأول يردون جن سوم خسر تجن وقال قرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأن في الأرض المعتزلية في قدريان جنني سنتج مخيزة دي جنة سن آدم وانسيني جنجي عاجل نمال مو دبي واتساني سلامتي جنني تمرقوا سنيني مال الجنان نجر لي أتش غزتي ولا تدها ولا مالي جوجي وان جنني بوتو أبو دبته جولا
آية والآيات تقضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة تيجوسي هنجي وقد سر بذلك من بين رئيس قال لما فرغ الله من معاتبة إبليس وقال قال له أشتغل قبل على آدم وعلمه الأسماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال إنك أنت العليم الحكيم قال ثم لقيت سنة على آدم آدم أخذت مجيتشو فيما بلغنا عن الكتاب من أهل التوراة غيرهم ثم أخذ ذي من أدلاء من شقه الأيسر جناج بترفوا له ولا أما مكانه لحما ودما بكسان فوني في ديك قوتيجي على من ريب الرانكان جاءت خلق الله من دلعه جناج سر أمت تلك زوجته حواء جي فسواها امرأة إشي قرتي قريك وقت سجي ليسكن إليها فلما كشف عنه السنة وقال الريب الراخاء رأى إلى جنبه ومقتر جي فقال فيما يزمون الله أعلم لحمي ودمي وزوجتي تينجي شيدنا فسكن إليها اتباره فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه فقال له قبيلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين رفيت مخي مقدم إيكو مغردي هذا مقادين قبضتي الرأومي فتح أما ساولي فيسيت لسه ويقال إن خلق هو كان بعد دخول الجنة ودون قرنك جنة سينني جتي والله أعلم جنان آية وأم مرة عن المسعود والناس من السماء أخرج إبليس من الجنة بيته وأسكن آدم الجنة سفمجه كان يمشي فيها الشيخ ديما وحشيا ليس له زوج خجارتين قمنجه يسكن إليها أغر شيء بهروه فنام نومة نربي فاستيقظ وعند رأسه امرأة قائدة دلان تكتتي سجي خلقها الله من دلع سر أمه فسألها من أنت جيك قابتي قالت امرأة جتني قالت ولما خلقت جيين قادم قال تسكن علي جتني قالت لهم الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم جنجي قال هو أجنجي قالوا ولما حواء أنتم مالنا قال خلقت من شيء حي الرأم تجي قال تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا تجدما ولا تقرب هذه الشجرة مغدل ما نرتي والأبي قد أجرى خون كرمي جا خون قمدي جا خون غرتي يا دوبا سنبلا جا مال تبيهود عند الله عالمي برانا هذا أه؟ برانا نخلت اللي مثلا تمرت اللي التين أجي هون تين اللي مثلا وانا ربي بغري مخ خنا مقاندو هنا فأزلهما الشيطان يكون الدمير في قوله عنها عيدا إلى الجنة فأزلهما الشيطان جرها للشيطان فقيس عنها جنة الله فيكون معنى الكلام كما قرأ فأزلهما أي فنحاهما جيش فقيس فأزلهما من قبيل الزلل فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان بسببها فأزلهما وخن معناه قرتي هذا موجسوتي فسره فأزلهما الشيطان إنسان موجس آدمي في هوايجو عنها مال تعديل وقسنس فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما من فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها جثة وقسجو فأزلهما جراها لما مجاز شيطان عنها أي بسببها سببها ما ننتري وقس ولا تقربا تجب تكون فأزلهما الشيطان جرى مجاز عنها يجون أي بسببها يجون سببها مخصنيات نبجو قاموا مجازة فسر فأزلهما عاوف آدم مجاز شيطان عنها يجون أي بسببها سبب المخاصنات بججو وأخرجهما يخيو فأزلهما جرى لما فقيس شيطان عنها جنة الرأي وأخرجهما مما كان به فأزلهما جرى لما مجاز شيطان عنها أي بسببها سببا مختسني تني لما نتفني في السلام سنجا
جنة الرغم مجسر أه؟ فأخرجهما كان جامع ربي سام بازن كان الافتقاء أنا أبو هذا لو ما جرى لما مجسر وقال إن أنا هيجون أي بسبب يا سبب مخطيتني فأخرجهما مجسر ما سياسا نكيتش رمله مجميلات نمدي بكر إيه مجاد وقال جنا ما تركم تكافان كان أفان رمت لجسني نم تو ما سيا وقال milan milan namu jate araba namu jate jan yo wadi chalo ko chama jan aye falaka talaka adam adam करते कबते जेनी min rabbi करते rabbi sarra जेनी kalimatin jechuun qabate jechuudha فتاب عليه كثير مختين هذا قابل كلمات قرب رقبته كلمات سمالي إنه هو التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ترقبت جنة تلقى له من ربي كلمات جتشون قبته وتاب عليه ربي توبا قبل إنه هو التواب ربي توبا قبل الرحيم ورحمة الله استخرج بعدك ستة وخنين آية عن عبيد بن عمير أنه قال آدم يا رب خطيئتي التي خطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدأه من قبل نفسي إنه قال بلا شيء قد كتبت عليك قبل أن أخلقك يا رب مجتنا دوران رب الرئيس معلومات دلقي إن لك دوران مسر رب الرئيس جنجي قال فكما كتبت علي فاغفر لي جنجي أكما دوران رب الرئيس أنا أرى جنجي وذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربي كلمات فقال آدم عليه السلام ألم تخلقني بيديك قال له بلى قال وقت في قال له بلى قال رأيت إن تبت ينتو بده هل أنت راجع إلى الجنة جنة الندبت قال نعم جنة قال آدم عليه السلام رأيت يا رب إن تبت ورجعت أعيدي إلى الجنة قال نعم فذلك قوله تعالى وتلقى آدم من ربي كلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين مجاهد ماجي كان يقول في قول الله تعالى وتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه قال لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني وأنت خير الراحمين خانا جي إيه جانجي إيه آدمي إلمان آدمي في الليل وملا خان في الليل وملا شيطان في إلمان آدمي في الليل إلمان آدمي هو يدوما شيطان الليل قسمها وجنة عندي ذكا بكي تيسنجي جنة مرة أبواب هذا مرة أبوها يجو فهبطوا ونزل آدم بالهند تبوي جابر الإمام استقاوت السمر الدهنه ونزل آدم بالهند كبتيتي ونزل ما الحجر الأسود الحجر الأسود اللي وجبه فقبضته من ورق الجنة اللي وجبوتها فبثه بالهند فجأة سجي ونباتت شجرة الطيب شجرة الطيب نشم مغرتها وإنما أصل ما يجاوب من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبت في آدم وإنما قبضها آسفا على الجنة حين خرج منها كان وان جانتنا من جبد الله بس هبت آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دهنة بيجي بين مكة والطائف جيجي مكة والطائف جيجي وعن الحسن البصري قال هبت آدم بالهند تبوي وحواء بجدة ذلك سنين حواء جدة بوتجي وإبليس مو بداسمانسا من البصرة تبوي على مجاله وعبدت الهيات هنا بأسبحان جيجي هيا وجبوت يوي ودود هكذا سنين بدستميسان جا بسرة لجي بسرة في يدك
إيه. إن الله خلق آدم نعم رجلا طوالا إيراج كثير شعر الراس خالفين سيد دمار كأنه غرتين نخلة سحوق انتهي فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه شفت الرافجية وأول ما بدأ منه أورته التي فلما نظر إلى أورته وأورار جعل يشتد في الجنة في فيقه فأخذ شعرة شجر مولد فناداه الرحمن يا آدم متى تفر فلما سمع كلامه قال يا رب لا قال ولكن أستحي ينجي حقنا يا غسان هذا خرج آدم من الجنة للساعة 9 أو 10 جينماته فأخرج آدم ما غصن من شجر الجنة على رأس تاج من شجر والإكليل من ورق الجنة ما يرشان يسبب بيوم أيام مكة تنبي هنا الرسائل يعني قال الرازي عن فتح الموصل أنه قال كنا قوم من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا لم ولدون حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها فإن قيل وإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقولون كيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد أريد من طردا قد رجع وقد له فالجواب أن هذا بأين استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء وقد بسطنا هذا في أول كتاب البداية والنهاية جاء الجمهور منها أنه منع من دخول الجنة مكرما فأما على وجه السرقة ولينا فلا يمنع آدم قلت أما شيطان باس كم الدي بإيه أنا ما جنكامي سنرى دكا آدم خراخ بجات النسين نمنا شيطان خرا هنات النسينا أنا هو سينجي وقال بعضهم يعتبر أنه وسوس لهما وهو خارج من جي الماء وسواسه مال الجنان شيطان أما خنا جي أبو بكر الجزائر فا أقوم أمان تنا وقام أنك سنجر على وسواسون الماء وسواسه أكنا مسلكين مترو وري تورات أمو جوي خسست سيني جان ذكر غزني كان بينتي ويانا الماء وسواسه أك جوي جسين الرا الماء وسواسه إندن شيطان ما ولا نما وسواسه مر سلكي مون نمترو إندن دم جنة الدبي آدم كم تربين وبيجي إنسان آدم جنة أباسه جني مر سلكو متري جني جرا موبايل تقول رفون شرط مخامات أنا ما يبدي يسبر له أدنى خسبر له من كبر سنقوله لمن مشان تلتنا رمضان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت